السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجليه الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس مؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. الله الله. شوف ده كله عشان إيه؟ عشان النوافل اللي كتير جدا 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 من الناس بيستقلوا بيها. تلاقيه بيعمل الفرض ويفلسع، يطلع يخش الجامع يصلي الفرض ويطير. ايه يا عم؟ شوف النوافل جابت ايه ده كله. تمام، بس في حاجة، ما هو انت ما تجيش في النوافل وتهتم بنفل وانت اصلا ما بتصليش. يعني في الحديث كان ربنا جل في علاه بيقول ايه: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يعني هو ربنا بيحب النوافل وهيجازيك عليها، بس احب من النوافل الى الله الفرائض، اللي هو صوم رمضان وحج البيت والزكاة. طبعا حج البيت من استطاع عليه سبيل، والزكاة والصلاة والصيام وكل الفرائض بقى، يعني النواهي بقى ان انت تبعد عنها واللي ربنا فرضه علينا وكده يعني. وبعد كده تبدأ تدور على النوافل. تمام. وكمان من شدة محبة الله إلى هذا العبد اللي هو بيتقرب إلى الله بالنوافل وبالطاعات وبالأوامر وبالفرائض، إن ربنا بيتردد. شوف، ربنا يتردد عن قبض روح هذا الرجل أو هذه المرأة. يعني انت شوف قدره عند ربنا لدرجة ايه، ان هو العبد دوت بيخاف من الموت، وربنا يكره مساءته. ربنا بيكره مساءته. ربنا عارف ان هو العبد ده يكره الموت، فربنا يعني ايه، عاوز يرضي العبد ده ومش عاوز يزعله، لدرجة ان ربنا عارف ان العبد دوت يكره الموت. فربنا يعني ايه، لولا ان كتب الله على جميع الخلائق الموت لترك هذا العبد، بس ربنا كتب الموت على جميع الخلائق. تمام، فلازم العبد ده يموت. فاهم ازاي؟ وشوف برضو من ثمار النوافل والفرائض برضو اللي بيعملهم، ان هو ايه، ان له خيري الدنيا والاخره. ازاي؟ ما هو ليه خيري الدنيا والاخره ازاي؟ فربنا بيقول ايه في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجليه الذي يمشي به. ده كله، ما هو ربنا برضو مش هيوديك لحاجة وحشة، وربنا يريد لك الخير في الدنيا والآخرة. وربنا لما يريد لك الخير في الدنيا والآخرة هيوديك للطاعات وهيوديك للحاجات الصالحة اللي تعمر لك الدنيا والآخرة. وكمان من ثمار النوافل والفرائض: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هيبقى عبد رباني، اللي هو ايه، لو اقسم على الله لأبره. اي حاجه هيعوزها العبد دوت هيقولها لربنا، يدعي بها ربنا هيعطيها له. وربنا برضه هيعيد العبد ده من اي شر. تمام. فالنوافل، والله النوافل دي مهمه جدا جدا جدا. هتبقى عبد رباني بهذه النوافل، هتجمع خيري الدنيا والاخره. وبص، هتبقى ليك منزله عند ربنا عاليه قوي قوي. تمام. فانت حاول تهتم بالنوافل دي، وقبل ما تهتم بالنوافل اهتم بالفرائض. اظبط الفرائض الاول، بعد كده دور على النوافل. تمام. ما انت ما تروحش برضو تهتم بالنوافل وتسيب الفرائض. فانت ما تروحش تهتم بالنوافل وتسيب الفرائض، يعني ما تروحش تقرا قرآن بقى وتستغفر وتعمل وتسبح وانت ما تصليش اصلا. ربنا هيسألك اول حاجة عن الفرائض، اهم حاجه الفرائض، بعد كده بقى دور على النوافل. يعني اظبط الصلاه بتاعتك، اول ما بتصليش الفجر صليها. الصلاه مش مظبوطه معاك، لا اظبطها.
ما تروحش تجمع بين صلاتين، تمام. ما تعملش مثلا ايه ان انت تروح الصلاة دي تجمعها مع الصلاة ديت وتصلي الصلاة ديت قبل ديت بدقيقتين تلاتة كده ان انت تلحق بالعافية، لا. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اظبط صلاتك الاول، تمام، واحسنها، حاول تحسن في الصلاة على قد ما تقدر، تمام. وبعد كده بقى دور على النوافل، دور بقى على السنن الرواتب، دور على الأذكار بعد الصلاة الصباح والمساء، الاستغفار كده، يعني دور على النوافل كده بس بعد ما تظبط الفرائض بتاعتك الأول، تمام. وبس كده، يعني حبيت أعرفك وأقول لك أهمية النوافل اللي فيه كتير جدا جدا مننا لا يلقي لها بالا، ويسيبه يمر على مرار الكرام كده، يعدي عليها كده ولا اي حاجه، تمام. فيا رب يا رب يا رب ما تكونش من الناس ديت، ولو كنت منهم انوي من دلوقتي ان انت تبقى عبد رباني، ان انت تهتم بالفرائض وتهتم بالنوافل وتحاول تطيع ربك على قد ما تقدر، تمام. انوي من دلوقتي، من قبل ما تخلص الفيديو كمان انوي من دلوقتي، تمام. ويا رب انا اكون سبب في ان ممكن حد يتوب او ان ممكن حد يهتم بالصلاة ديت. واشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.